في الحقيقة يعجز اللسان عن التعبير ما يخرج النفس في هذه اللحظة المؤثرة. فالأستاذ حسن المدني ابن العرائش كان صديقا وكان أخا وكان زميلا، وقد احتككنا معه كثيرا في المحاكم، وقد عرفناه جريئا في كلمته، صمودا في مواقفه، معبرا في الدفاع عن الحق ومستميتا في الدفاع عنه. لا يقرأ نومة لائم، جهورا تلقائيا أمام المحاكم، يعبر بتلقائية عن كل شيء، لا يضع الفواصل في الدفاع عن قضايا المواطنين، وخصوصا الضعفاء منهم والمظلومين. كان كما ارتقى أكليت هذه الشهادة في حقه لا يساوم. كان يكره الظلم ويحارب الفساد. لقد كان يحمل صفة المحامي الصلب، المحامي الجريء، المحامي ابن الشعب. رحم الله البقي وألهمنا وألهم ذويه الصبر والسلوان، وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا أستاذ عبد القادر الجويهر.